فيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لا بقى اللي اكتر واللي مضايق بعض الجماهير الاهلي من النادي الاهلي ان النادي الاهلي بعد اللي حصل من جماهير الجيش الملكي مرضاش يروح يشتكي رسميا للكاف. يعني ما راحش قدم مذكره. خد بالكم اما بيتم تقديم شكوى رسميه بيخش النادي الاهلي في لجنه استماع بقى، ان هو بقى هيخش في التحقيق هو كمان ويقول ايه اللي حصل لي وانا ليه قدمت الشكوى دي ضد مثلا الجيش الملكي وبتاع، ويبتدي يبقى له بقى يعني قوه في فكره ان لازم يتخذ قرار ضد النادي الجيش الملكي. النادي الاهلي بعد ولا جاب سيره ان الجيش الملكي لازم يعاقب، ولا جاب سيره ان تم استقبال النادي الاهلي اسوأ استقبال، والكابتن محمود الخطيب رفض تماما. قال لك انا مش هقدم شكوى في الجيش الملكي، وان علاقتنا بالمغرب وبالانديه المغربيه اكبر من ان احنا نقدم شكوى، وقد يكون ده ظرف عارض لبعض الجماهير المتهوره. ده اللي كان قرار كابتن محمود الخطيب. هو ساعتها نزل حاجه قال لك يا جماعه لازم الحكام يكونوا افضل، لازم تقنيه الفار تكون افضل. انا فاكر لو عندكم البيان بتاع النادي الاهلي تمام. لكن المره دي بقى الجيش الملكي والمجلس اداره الجيش الملكي ما فيش ثانيه الا ربع راح اهو ادي النادي الاهلي. ده النهارده. ها حطوه لي هنا يا جماعه، انا مكتوب في ورقه. طيب تمام. على العموم يعني ماشي، يعني الناس تقراه. النادي الاهلي يعني النادي الاهلي وهو يحفظ حق كل الانديه الشقيقه في اتخاذ ما يلزم من اجراءات امام الجهات المختصه، يؤكد على انه عقب احداث المباراه الاولى بين الاهلي والجيش الملكي الشقيقه التي جرت بناء على امير مولاي الحسن بتاريخ 28 نوفمبر، والتي تعرض اثناءها لاعبون للاذى والتهديد بعد قذف الات حاده داخل ملعب المباراه كما ثبت في البث التلفزيوني والفيديوهات. آثر نادينا حينذاك عدم التقدم للكاف بأي شكوى ضد النادي الجيش الملكي، ورفع الاتحاد الافريقي بعض الملاحظات التي تساهم في نجاح المسابقات الافريقيه حرصا على العلاقات الطيبه مع الاشقاء، والتي نراها اكبر واهم من نتيجه مباراه في كره القدم. بل حرص نادينا على استقبال بعثه الجيش الملكي بالقاهره قبل ايام بالشكل الذي يليق ويعبر عن قامه الدوله المصريه وقيمه النادي الاهلي واعتزازه بالعلاقات المتميزه مع الجماهير المغربيه. واثناء مباراه الامس بين الفريقين حاول البعض من الجماهير المصاحبه للجيش الملكي الشقيق اقتحام مدرجات جماهير الاهلي المجاوره وملعب المباراه، وتصدى لهم رجال الامن حرصا على سلامه الجميع. وللاسف ما اقدمت عليه الجماهير الشقيقه في مباراه الامس وما قامت به في مباراه الذهاب بالمغرب تسبب في رده فعل سلبيه لدى البعض من جماهيرنا، وقامت بالقاء بعض زجاجات المياه في مضمار ملعب المباراه، وهو امر يرفضه النادي الاهلي وجماهير. سيتاسف لما وقع، سواء ما وقع في الرباط أو ما وقع بمصر. لم أقبل ما وقع من جماهير الجيش الملكي بالرباط، والذي أدى الضريبة هو فريق الجيش الملكي. لقاءين بدون جماهير، واللقاء الثالث أيضا حتى في دور الربع بدون جماهير، لأن لجنة الاستئناف زكت عقوبات لجنة الابتدائية. وأيضا ما وقع أيضا بمصر، أنا شخصيا تأسفت وتألمت لما وقع. لو عاصفة من القنينات، يعني أمر مذهل، أمر مفزع، أمر مخيف. داخل الملعب أيضا كانت هناك اعتداءات. داخل الملعب كان هناك لاعب يدعو الجمهور إلى رمي القنينات. أنا أعتقد بأن من المفروض أولا على عقلاء البلدين أن يساهم في التخفيف من حدة هذا التوتر الذي أصبح بين الجماهير المغربية والجماهير المصرية، انطلاقا من تصريحات أيضا حسام حسن. وأيضا على الاتحاد الإفريقي أن تكون له الشجاعة وأن يعاقب بنفس المنطق بنفس العدالة القانونية كل من خولت له أن يسيء إلى صورة كرة القدم الإفريقية، سواء كان من طرف الجيش الملكي أو من طرف فريق الأهلي المصري، لأن ما وقع أصبح مخيف، أصبح مفزع. وبالتالي أنا شخصيا أتأسف وتألمت لما وقع، سواء حينما كنا هنا بالرباط أو حينما كنا أيضا بمصر. وبالتالي أن على الاتحاد الإفريقي أن تكون له الشجاعة وأن يمارس العدالة القانونية في معاقبة كل من سولت له المساهمة أو التسبب في مثل هذه الأحداث المأساوية. أنا ضد اللي حصل ده، وأنا بقول لكم أنا ما كانش عندي
معلومات بالكلام ده، ولا تسجيلات للحاجات دي، ولا الكلمات اللي اتقالت. انا عندي بقى ده، انا اللي التصفير ده، يعني عندي النسخه الاصليه اللي من غير صفاره، يعني امك وقبلها كل قاموس الاعضاء الجنسيه. ليه كده؟ ورجاله وستات. ده في واحده ست مصوره في وسطيهم بتقول احنا التالتة شمال. التالتة شمال دي اللي هي مكان الالتراس اهلاوي، واحنا هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. ست اللي بتقول الكلام ده. ده جمهور النادي الاهلي؟ ده جمهور مصر؟ هم دول الاليت؟ لا، انا مش موافق على ده. نخش في حلقتنا. انا بطل عليكم النهارده بقلب يملأه الحزن على قيم رياضيه كدنا نفقدها في غمره التعصب الاعمى. بطل عليكم النهارده عشان نحط النقط فوق الحروف في ليله لا صوت فيها يعلو فوق صوت الحق وروح الرياضيه والاخاء. الرياضه المفترض انها تجمعنا مش تفرقنا وتعمل الكلام ده. اللي احنا شفناه ده كان في تنافس في مباراة على بطولة أفريقيا الكونفدرالية. لا، ده مش مجرد خلاف عابر، لا، ده ناقوس خطر بيدق صرح الأخلاق اللي هي يعني هي أساس حياتنا. الرياضة يا سادة هي رسالة سلام، ليست ساحة تصفية الحسابات ومرتعا للاستفزازات الممنهجة والمسبق. أنا بقول لك ليه مسبق؟ لا، عدد الأزايز اللي شفناها في الفيديوهات بقى التانية، لا 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 لا، ده فعلا كان في واحد دخل لي في التيك توك وقال لي ده كل واحد كان داخل بكرتونه ميه. انا بقول له هيخش بكرتونه ميه ازاي؟ لا، عدد الازاز اللي اترمت وازاز اللتر. طب سؤال، ليه ازازه اللتر يبقى مركز الثقل بتاعها يعني تقيل ويقدر يرميها مسافه بعيده؟ الازازه الصغيره مهما كانت مش هتوصل مسافات بعيده، لكن اللي فيها لتر لا، ممكن توصل مسافه بعيده عشان مركز الثقل بتاعها ووزنها خلاص اللي بيوصلها لمسافة أكبر، وأما بتخبط في حد ممكن تأذيه. طيب، حينما ينسى النجم أنه قدوة، حينما يحيد المسؤول عن درب الحكمة، نصبح أمام مشهد لا يليق بتاريخ النادي الأهلي، النادي العريق، النادي القرن، ولا بمستقبل الرياضة ولا مستقبل أجيالنا. أنا عايز ولادي يشوفوا ده، ولادي يشوفوا الشتائم القذرة اللي اتقالت في استاد القاهرة، الشتائم اللي يعاقب عليها القانون المصري، قانون العقوبات المصري، بالسجن، بالسب والقذف. احنا عمرنا ما كنا كده. احنا مش موجودين النهاردة عشان نهاجم حد او شخص